أغلب الصيادلة بيقعوا في فخ النظرة القصيرة، بيشوف العميل على إنه مجرد فاتورة النهاردة دفع ومشي. لكن في علم البيزنس الحقيقي النظرة دي بتدمر الأرباح. الصيدلي المخضرم بيبص للعميل بنظرة مختلفة تماما، نظرة مبنية على مفهوم عالمي اسمه القيمة العمرية للعميل. القاعدة الذهبية لمبدأ القيمة العمرية للعميل إن كل عميل ليه قيمة مالية مستقبلية تعتمد على تكرار الشراء وولائه للصيدلية وقدرته على التوصية بخدمتك لعملاء آخرين. وده اللي ذكره جودمان من كتاب كاستمر اكسبيرينس. الجملة دي بتلخص الفلسفة العميقة اللي بنبني عليها تدريباتنا في منصة إيبس. القيمة العمرية للعميل مش معناها هو دفع كام وهو واقف قدامك دلوقتي، معناها مجموع الأرباح اللي العميل ده هيدخلها لك طوال فترة تعامله معاك على مدار السنين. العميل في عالم الصيدليات بالذات عبارة عن رحلة وليس زيارة. العميل مش بيشتري مرة ويختفي. دورة حياة العميل اللايف تايم سايكل معاك بتمتد لسنوات. النهاردة بيشتري مسكن للصداع، الشهر اللي جاي بيشتري أدوية ضغط لوالدته، السنة اللي جاية بيشتري مستلزمات أطفال لمولوده الجديد، وطوال الوقت ده بيرشح صيدليتك لجيرانه وعيلته. لو انت اتعاملت معاه ببرود او باسلوب ضغط عشان تبيع له النهارده وتعمل تارجت سريع، انت ممكن تكسب بيعه ب 200 ريال، بس في المقابل انت حرقت عميل كان ممكن يدخلك آلاف الريالات على مدار السنين اللي جايه. السر هنا انك تبني علاقه مش مجرد تقفل صفقه. الصيدلي المحترف بيعرف ان القيمه المستقبليه للعميل بتيجي من 3 محاور. المحور الاول وهو تكرار الشراء، وده بتبنيه او بيجي من الراحه النفسيه والثقه في امانتك كخبير صحي. تاني محور وهو الولاء، وبيتبني لما العميل يحس انك بتقدم ليه نصيحه بتفيده بالفعل، مش بتسوق لمنتج عشان تبيعه له. تالت محور وهي التوصيه، الورد اوف ماوس. العميل الراضي هو اقوى وارخص حمله تسويقيه لصيدليتك في المنطقه كلها. اللي عاوز اوصله لك هنا انك لما تقف على الكاونتر اياك تقيم العميل بقيمه الروشته اللي في ايده النهارده. اتعامل مع كل عميل على انه مشروع طويل الاجل. استثمارك في ابتسامتك ووقتك اللي بتشرح فيه للعميل وامانتك في النصيحه اللي بتوجهها له هو اللي بيضاعف القيمه العمريه للعميل. وده هو السلاح السري اللي بيضمن استقرار ونجاح مبيعاتك بشكل مستدام.